اسمع بقى. النادي الوحيد اللي غلى عليه تذاكره في مباراته كان دي أيوة. سمعتها طبعا، ملهاش علاقه انه لما حط أيوة. اسعار هي التذاكر غلة. دي الحاجه هو غلى. يعني هو بيلعب الزمالك مثلا مره زي الاهلي بيلعبوا مره على ارضه، في بيلعب المقاولين، بيلعب سموحه، بيلعب بس هو دي الواقع صح، تذكره وحاجه لان ثانيه قوه الاهلي في جماهيره. ده حقه برضه. لا هو مش حقه، يعني حقه في الاهلي مش حقه في الزمالك. ما هو بالظبط. لو هو بيعمل كده مع الزمالك ما عملش كده مع الزمالك. لا دي كده اسمها ايه؟ لا دي عادي. كل واحد اداره نادي مش عشان هو ينافسه. كل نادي من حقه ان هو يشوف اللي احسن له، لكن هو بيراميدز مش شايف غير بيراميدز. خلي بالكم عشان تبقى ايوه طبعا هو ده مصلحته، خلاص هو حر مفيش مشكله. انا بدي له حقه. امبارح الصراحه عمل ماتش كويس قوي الصراحه، يعني عمل ماتش كويس قوي. سيد لما ابتدوا يركزوا لكن ما تفرحش. افرح ايه يعني؟ يا عم انا بشجع النادي الاهلي. طيب يعني ما تفرح لهمش، لكن اديهم حقهم. يعني عملوا ماتش كويس قوي، ما تفرحش. عملوا ماتش كويس قوي. تفرح يا ايمن؟ انا افرح طبعا. بس ايه بقول لك ده امبارح سنه مهيب احنا امبارح عايز اقول لك حاجه. لا هم لا عشان الحقيقه اتقال هم حاليا هم بقى لهم سنه او سنتين هم اجمد فرقه في مصر. قافلين على نفسهم. لا هم اجمد فرقه في مصر. الراجل ده بقى له سنه ونص. يعني طب هم اجمد فرقه في مصر. خدوا مكان الاهلي ولا مكان الزمالك؟ ولا ده ولا معلش. لا ولا ده ولا يعني الناس اللي بتقول مش دلوقتي طبعا. لا مش دلوقتي طبعا. صعب جدا جدا ان انت تقول ان هم يقدروا ياخدوا مكان الزمالك والاهلي. لا طبعا صعب جدا. انما هم خد افريقيا، لو انت هتقيس المقاولين خد افريقيا، خد مكان الزمالك. هم احسن فرقه مش مكان الزمالك، ما تقول الاهلي. لا ما حدش بياخد مكان الاهلي يا ابو هيب. انت عارف المشكله فيها مهم بس المشكله ان ودي مشكله حتى يعني بتبقى بصوره اعلاميا، بس لما بيجي الاهلي مثلا ياخد بطوله افريقيا ولا حاجه ما فيش حد بيبارك له. يعني انت عمرك طلعت مثلا تويتايه ولا تصريح ولا بيان مباركه بيراميدز للاهلي في اي حاجه؟ حصلش. طلع واحده بس. مش انت راجل مش تطلع طبعا. ما عملش كده خالص. فلما يجي ياخد بطوله على المستوى الاشخاص تقول الحقيقه تمام، لكن مباركه رسميه والكلام ده لا. بقيت جاحد. خلي بالك ده انا عايز اقول لك على حاجه. احنا كنا زمان بنبعت تهنئه لاي حد. يا سلام. اي حد. يعني انت مثالي قوي يا كابتن. ما هو احنا كنا مثاليين زمان يا كابتن. لا خلي بالك ده عايز اقول لك صح. ده كل ده. لا هي كنت انت الكبير كل ده وما زلت طبعا مش قصدي طبعا. يعني. لكن يعني في النهايه الكبير في ايه؟ في النهايه انت ما تعملش في افعالك. لكن دلوقتي بقيت تهتم باشياء ممكن تزعلك، تصغرك. لا مش تصغرك، لا لا سمح الله، ما تخلكش تعمل الدور ده. لا مش هبارك. انت فاهم؟ ما فسرها لي بس عشان ما حدش فاهمها غلط. انا بقول زمان كان في النفوس كانت اهدى شويه. انا ادي حق الناس، اهدى شويه، ادي حق الناس. يعني وانت بتتفرج على لا فرقه عملت ماتش رائع جدا يحسب لهم ان هم جمعوا الفرقه وبيلعبوا تحت ضغط جماهيري رهيب، وبيلعبوا قدام فرقه جامده جدا جدا جدا. مش عشان انت كسبت 3-1 جوه في السعوديه تقول على اهلي جده. لا ده ضيعوا جون كتير. لا طبعا فرقه كبيره ومحترمه وجماهير كانت رائعه امبارح. هو خلي بالك هو كل الكره في السعوديه الحقيقه بقت حاجه مشرفه نفتخر بيها. والله.